ما لا نعرفهم محيط. بعد إذن المسيطرين سوف نقوم بنشر خطأ. كامل الاحترام والتقدير، احترامي لكم دون أي مجاملات. شكرا على إتاحة هذه الفسحة الكريمة لنا لنتنفس عما بداخلنا. احترامي في الغالب أن المسيطرين عندهم في الواقع حرية الرأي والتعبير. في بلدك ما تقدرش تتكلم عن أحد الإداريين، لكن المسيطرين رعاة الإداريين اللي في بلدك تقدر تتكلم عنهم. فنحترم حرية الرأي اللي بيوفروها المسيطرين. احترامي وتقديري واللي بقوله أو اللي هقوله. مساء النور والحمد لله على السلامة وعليكم السلام، وشايف كل تعليقاتكم الجميلة الراقية وبحترم الجميع، لكن كان لازم أقول كلمة للمسيطرين في البداية واشكرهم على حرية الرأي والتعبير اللي هم بيوفروها لنا، لأن أنا مش هالك ولا شمشون الجبار ولا عملاق من عمالقة الزمن القديم علشان أقدر إن أنا أتطاول على أسياد الحضارة. اللي بيتطاول ده شخص غير مهذب، اللي بيتطاول على أسياد الحضارة شخص غير مهذب، لأنه بدوره ما يقدرش يتطاول على الإدارة تبعه، إدارة الشركة اللي هو فرد فيها، ما يقدرش يتطاول على الناس دول. تيجي تتطاول على أسياد الحضارة كده، يبقى ده في شيء من قلة التهذيب. فأنا بعيد وبكرر يعني علشان ما حدش يعني كلامي ما يتفهمش غلط. أنا مش بتحدى حد، احنا هنا بندردش علشان خلاص، احنا هنا بندردش مع بعض علشان خلاص ما بقاش فيه الغوغائيين ملكوا العالم، خلاص انتهى. احنا هننقذ حفنة ثلة من الآخرين، قليل من الأولين والثلة من الآخرين. ثلة، احنا هننقذ ثلة من الآخرين. أنا مش بتكلم عن نهاية الزمان، الزمان ملوش نهاية. ربنا بيقول وثلة من الآخرين، انتوا الثلة من الآخرين. في ناس تانية بتحشدكم وبتتكلم على أساس ان هي بتتكلم عن الحقيقة. الناس دي بتضحك عليكم يا جماعة. النجمة الخماسية، العوالم الموازية، فيزياء الكم، المادة المظلمة، 1 في الإشارات التي تأتي للنساء، وكل الكلام ده هيشغلكم عن السجادة اللي بتسحب من تحت أقدامنا دلوقتي في الوقت الحالي. أنا مش عارف هل كلامي ده هيوصل، يعني في حد، يعني أنا بقدم نظريات برضو بوجهها بشكل ما. دول خلينا نقول يا روان إن هي يعني حاجة بسيطة جدا، أقل من الأولين، قليل من الأولين، دول أكثر مننا، القليل أكثر من الثلة. أنا بقدم النظريات برضو على شكل يتقبلوا صغار السن، يعني يتقبلوه اللي عمر 14 عام، علشان لازم ننقذ الصغار. ده مش معناه ان انا بقدم المحتوى ده للصغار، انا بقدم المحتوى ده مش عارف اقولها ازاي. هل الكبار راحت عليهم خلاص؟ هل الكبار في مجتمعنا راحت عليهم؟ هيتفرجوا على اللي هيحصل، اللي بيحصل نو انها بتحصل حاجات شريرة جدا في الواقع. اللي هيحصل اكبر بكتير. اللي بيحصل دلوقتي ده تفاهة، في امور اكبر. احنا مش هنقدر ان احنا نعمل حاجة، احنا كافراد بسطاء. حشد العقلاء امر معقد للغاية، اما حشد القطيع يحتاج كلب وراعي، او خلينا نقول راعي وكلب، علشان ما نحرجش الراعي برضه. انا ما بقاليش غير تقريبا سنة معاكم لما قررت اقول، لكن رحلة البحث دي اول ما تشكل لي ذاكرة ووعي بدأت رحلة البحث. كل واحد مخلوق ومختار المسار اللي هو هيمشي عليه، واللي يكذب المسار اللي هو بيشعر بيه في داخله، المسار اللي هو بيشعر بيه في داخله. الشخص اللي بيكذب المسار ده لا يبحث عن الشهرة، ولكن يبحث عن إيقاظ الناس. ما ده اللي احنا بنعمله يا أستاذي، ده اللي احنا بنعمله. مش بدافع تحدي المسيطرين، بالعكس أنا بحترمهم أكتر من الإدارات اللي في الظاهر، اللي في الواجهة. دول يستحقوا الاحترام فعلا، مش اللي ظاهرين دلوقتي. الكل عارف اللي بيحصل في الجزائر والمغرب. كل اللي يعرف حد من الجزائر والمغرب أتمنى يقول له ليبيا. أيوة، ما هو بيحصل في ليبيا دلوقتي، وبيحصل كمان في السودان. اللي حصل في المغرب والجزائر بيحصل في ليبيا وبيحصل في السودان. لكن الأولويات اللي يقدروا يعملوا حاجة، الأولويات لمين؟ الجزائر أولا، المغرب ثانيا، ليبيا ثم السودان، ثم أخيرا اليمن. الجزائر وشعب الجزائر يعني أتمنى تبلغوهم الرسالة. أي حد من الجزائر تعرفوه بلغوه الرسالة اللي هتتقال. لازم تبلغوهم الرسالة في الجزائر والمغرب. اللي بيحصل في المغرب وتالته الجزائر، الفيضانات والسيول اللي كلمتكم عنها من شهور تقريبا
كلمتكم عنها من فتره طويله. انا ما تخيلتش ان هم هيتسرعوا بالشكل ده. انا قلت ان انا هسبق الاحداث، لكن هم تسرعوا. يعني انا مثلا لازم اقول لكم زي ليلى عبد اللطيف، لازم انقل لكم الخبر مثلا زي ليلى عبد اللطيف واقول ستحدث فيضانات وسيول وامطار على الشمال، على طول الساحل في الشرق، وستحدث سيول وانهيارات للبيوت كثيره في وخاصه ستتمركز في الصحراء. يعني لازم اكلمكم زي ليلى عبد اللطيف واقول لكم ان دي تنبؤات. انا مش بتكلم عن الحاضرين على راسي من فوق، انا بتكلم عن باقي الناس، انا بفضفض معاكم. انتوا ممكن تنقلوا الخبر للناس اللي انتوا تعرفوهم. ما ينفعش تقبلوا الامور الدجاليه، ده دجل ولعب بالعقول. دي مش تنبؤات يا جماعه، دي مش تنبؤات، دي خطط. في ناس كتيره محترمه اتكلموا عن ان المساله دي خطط، ممكن نبقى نذكر اسمائهم بعدين بس عشان استذكر جميع الاسماء. لكن اللي بيحصل ده، يعني مثلا اللي بتقدمه ليلى عبد اللطيف، هي مش تنبؤات، هي خطط، لكن بيختاروا منها ايه اكثر كان تصديق من الناس، ايه النقطه اللي هي قالتها والناس كانت مصدقاها الاكثر، ده اللي بيتنفذ. لكن هي الخطط باجمعها اللي هي مثلا بتقولها هي وامثالها مش بتكون كلها هتحصل. اللي هيحصل منها هو مقياسه بالرجوع للرأي العام. الرأي العام صدق ايه، نعمل كذا. طيب ايا كان بقى اللي هي بتقوله بقى عن الفنانين والكلام الفارغ ده، احنا بنتكلم عن حاجه اكبر بكتير. احنا بنتكلم عن المصير اللي الناس فاكره ان المصير ده هيتحدد عن طريق مش عن طريق عند حدوث حرب ماجدون. الشيخ عمران حسين او حسين عمران من اكبر المسوقين لهرمجدون. الشيخ حسين عمران ده اكيد في ناس من الباحثين عن الحقيقه يعرفوه. انا كلمتكم عن تحضير الخسف الكبير اللي هتسبقه ان جزيره العرب والصحاري الشرقيه هترجع مروج خضراء. هي مش، بصوا خلوا بالكم، هم حددوا لكم مروج يعني عشب اخضر، يعني حتى الشجر مش هيلحق يتزرع فيه، حتى الشجر اقصد مش هيلحق يكبر فيه. هي مروج لكن حتى الشجر مش هيلحق ينمو فيه. سجاده خضراء هيعملوها في الصحاري الشرقيه. عمران حسين دوت الشيخ ده بيروج للامور دي من زمان قوي، من تقريبا منذ بدء اليوتيوب. في ناس اكيد حضرت وعرفت وشافت التنبؤات بتاعته. كل اللي عنده تنبؤات ده غشاش. انا لما احكي لكم عن المستقبل هيحصل فيه ايه، هل انا بقول لكم دي تنبؤات ولا انا بشرح لكم المساله؟ الصوره بنقلها لكم شبه علميه للعقول علشان انتوا تستوعبوها. شرحت لكم من اول البترول لحد اللي هيحصل، المنهجيه اللي هتحصل بعد بدأت البترول، بعد منهجيه البترول اللي انا حكيت عنها. ده مش تنبؤ، ده انا مش عارف، انا شرحتها لكم بس احنا دلوقتي في الفيضان اللي بيحصل، الفيضانات اللي عماله تحصل. ايه رايكم ان انا هثبت لكم ان اللي حصل في المغرب مش طبيعي، واللي حصل في الجزائر بشار ملهاش اي دعوه، الجزائر ملهاش اي دعوه باللي حصل. قالوا سيول وفيضانات. طيب بسبب ايه السيول والفيضانات؟ دايما هيشرحوا لكم الخبر في النشرة في التلفاز، هيشرحوا الخبر على طريق سيول وفيضانات، حصلت امطار غزيره وسيول وفيضانات. اذا قالوا لكم امطار غزيره هم كده بيحترموكم شويه، لكن هم هيقولوا سيل او فيضان. طب الفيضان جه منين؟ الفيضان مثلا خلينا نقول في بشار قلب الصحراء في الجزائر، قلب الصحراء. السيل جه منين؟ الفيضان جه منين؟ يقولوا ايه؟ الامطار كانت غزيره. وهي الامطار اللي في الجزائر اللي في بشار اللي حصلت دي صحراء. الصحراء دي يعني شويه مطر بزياده، هي هتعمل ايه كصحراء؟ هتبلع الميه، هتبلع الامطار دي. مستحيل يحصل فيها سيول. صار فيضان في فرنسا من 3 أيام، القصه مش هتنقلب عليهم ولا شيء، مش موضوع هتنقلب عليهم. الفيلم ده هيكون احلى فيلم اتصور في التاريخ، فيلم عالمي. لكن مين بطل الروايه؟ مين بطل القصه؟ الشرق هم ابطال الفيلم اللي جاي. الفيلم اللي بيحصل دلوقتي، اللي حصل في المغرب
والجزائر انا هثبت لكم ان هو مش حقيقي، هثبت لكم ان هو مش حقيقي. ووراه حد، انا مش هقول بقى ايه، مش هذكر اسماء، هو وراه حد، انتوا هتفهموا مين. بشار هي في الجنوب، هي بشار في الجزائر، بشار الجزائر هي في الجنوب، لكن الجنوب الصاعد نحو ايه؟ نحو الشمال الساحلي بتاع الشرق. دلوقتي يعني دلوقتي ناس في ليبيا، ناس في ليبيا بالتحديد وفي السعودية بينشروا صور حقيقية لصحراء السعودية. صحراء السعودية بينشروا فيها الصحاري بقى فيها سجادة خضراء، وكاتبين ايه؟ وستعود أرض العرب مروج خضراء. ليبيا السيول اللي حصلت في ليبيا، السيول اللي بتحصل في ليبيا، البي بي سي مش بتذكر حاجة. البي بي سي والقنوات العالمية العظيمة مش بتذكر حاجة من الأخبار دي. ليبيا حصل فيها سيل هي كمان، منزلين الصور وكاتبين ستعود أرض العرب مروج خضراء. طيب اللايكات قد إيه بقى؟ عشرات آلاف اللايكات على كل منشور. انتوا فاكرين بقى الناس فرحانة؟ لا، ده تسويق لأفكارهم عن طريق الناس اللي بتنشر. واحد نشر حاجة هم مدرسينها للناس وبينفذوها في الوقت الحالي والناس اقتنعت بيها. واحد ينزل منشور يقول ستعود أرض العرب مروج خضراء على السيول اللي بتحصل في الصحراء. طب يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، هي جت منين؟ السيل جه منين؟ الفيضان جه منين؟ والله شوية أمطار وحصل السيل والفيضان، قدرة الله. احنا شاعلين. سامحوني بقى لو صوت الشارع طالع، أظن اللي بيحصل ده هيضيف حاجة للجو اللي احنا بنتكلم فيه، وربنا يستر على الجميع. مش عارف إذا كان الصوت طالع ولا لا. مساكين، كل مكان الناس مساكين واحنا مساكين كمان. اسأل الفيضان جاي منين يا ناس، انا بتكلم الناس العقلاء دلوقتي. اسأل الفيضان جاي منين. بشار هيجي فيها شوية مطر يوم واحد ويحصل فيه الفيضان اللي حصل؟ بشار الجزائر هيحصل فيها الفيضان اللي حصل بسبب شوية امطار في صحراء؟ ده ايه علاقته بالمغرب؟ ايه علاقته بالمغرب؟ ما هي بتيجي موجة غربية، طالما جت موجة غربية هتيجي على المغرب، بعدين الجزائر، بعدين ليبيا، وبعدين بقى ايه؟ المساحة. يعني هم بيقدموا الكذبة على شكل بصورة منطقية إلى حد ما. ده بالنسبة للاتجاهات. طيب انتوا بس مركزين معايا علشان هثبت لكم دلوقتي حالا في كلمتين ان اللي حصل في المغرب مقصود رقميا. اللي حصل مقصود رقميا بالدليل الرقمي. ركزوا معايا. فيضان المغرب حصل امتى؟ يوم 8/9. يوم 8/9 حصل فيضان المغرب. زلزال المغرب حصل امتى؟ 8/9 من العام الماضي. صدفة؟ انا بحكيها لكم ببساطة يعني علشان في ناس بتحب موضوع التنبؤات والكلام ده. حصل 8/9 الزلزال، وحصل الفيضان 8/9، نفس الرقم. عارفين انتوا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو اللي بيغنوها كل سنة في نفس التوقيت؟ شيء جميل. يعني هل ده متعمد؟ هل ده متعمد؟ مثلا هم بيتعمدوا علشان ايه؟ انت طب انت هتتعمد علشان ايه؟ انت بتستفز العامة ولا العلوم الرقمية وراها شيء؟ الاحداث بالعلوم الرقمية وراها شيء. تقدروا تقولوا الاجابتين صحيحة. مش لازم الواحد يقدم لكم المعلومة، او مش لازم الواحد يقدم المعلومة بشكل دجلي ويقول انا عراف، لكن هي دي الحقيقة شئنا ام ابينا. ده مش حقيقي، ده مش حقيقي بتاتا. ده مش حقيقي اللي حصل، واللي بيتم واللي بيحصل واللي هيستمر في الحصول مش حقيقي. في حاجة انا عايز اقولها بس مش قادر، مش عارف اقولها لكم ازاي. هتفهموني ولا لا؟ لازم المح عليها. اجلها شوية. طيب اجلها شوية لغاية لما افكر اقولها لكم ازاي. تمام؟ مش هتسأل، مفيش حاجة تسأل بيها مش هتكون واضحة. هتكون واضحة. مفيش داعي بقى للكلام يعني طفولي زي خايف وعلم النفس العكسي. لا انا مش خايف، انا هقول احنا مش في الروضة هنا، واحنا صغار قرينا كتب بتتكلم عن ايه؟ عن هرمجدون والحرب الأخيرة الشرقية اللي هتحصل على أساس ما بين ناس وناس. حرب قبلية، حرب قومية بقى. هم بيسموها حرب الخير والشر، وطبعا محدش عارف مين الخير ومين الشر، لأن الاتنين أغلب الناس، ربنا ليه قال ثلة من الآخرين؟ لأن أغلب الناس لا يعلمون، لا يشعرون، وللحق كارهون، ومش بيقربوا طريق الله
ولا الصلاة إلا وهم مشركون. مشرك لأنه لا يتبع عقله. من الناس اللي عملت كتب زي حسين عمران أو عمران حسين، ده من الناس اللي عملوا كتب عظيمة زمان وقرناها واحنا صغار عن هرمجدون. شوفوا بقى من السخافات العكسية اللي هتحصل، لكن بالعكس من السخافات العكسية اللي أنا قريتها زمان. يقولوا في الحق في هرمجدون الأخيرة إيه اللي هيحصل؟ الصخرة هتتكلم. الصخرة هتتكلم بعد نشوب هرمجدون الأخيرة. الصخرة هتتكلم. الصخرة هتقول إيه؟ يا مسلم. شكرا يا بروكلي. الصخرة هتقول يا مسلم ورايا في كذا، في شمالي ورايا. انتوا عارفين مين؟ عارفين الكتاب بيقول انهي اسم؟ انتوا اذكى من كده يعني، انتوا فاهمين. يا مسلم ورايا في كذا. شوفوا السخافة. الصخرة هتتكلم. طب لو المعجزات هتحصل بالشكل ده، طب ما كانت حصلت وخلصت وفركش وخلاص وخلصنا الامور وخلصت الامور وعشنا في سلام وارض الامل. لو الصخرة هتتكلم خلوا بالكم بقى. هقول لكم الواقع اللي هيحصل. ده هيحصل بس مش الصخرة اللي هتتكلم. ده هيحصل بس مش الصخرة اللي هتتكلم. هيحصل لمين؟ ليهم هم؟ لا، ده هيحصل لكل عامة العالم، مش عامة الشرقيين، عامة العالم. كل ده هيحصل بس مش الصخرة اللي هتتكلم. أي جهاز لاسلكي زي الموبايل، زي الراوتر اللي هو الجهاز ده اللي بينظم الانترنت. جهاز الراوتر، اي موبايل لاسلكي مش بس فيه كاميرا وسماعه للاستماع، ما نبقاش ساذجين بقى، بيطلق موجات تقدر تقيس الامور وتقرا ايه اللي موجود في المكان. شفتوا انتوا فيلم الماتريكس لما بتظهر الامور رقميه، الصوره بتظهر رقميه لانها مش عين بصيره، هي حساسات زي الخفاش، زي ما بيقولوا عن الخفاش يعني. حساسات بتقرا الموجات بتاعت اللي موجود. اي جهاز مش لازم كاميرا او مايك هيسمع وهيشوف. لو مش من خلال الكاميرا، الراوتر او اي جهاز لاسلكي هيشوف من خلال الموجات اللي بيطلقها. ده هينتج عنه ايه؟ مش يا مسلم وراء الحجر مش عارف كذا، لا، الاجهزه والالات هتمكنهم من ان هم يعرفوا مين مستخبي فين. انتوا فاكرين دلوقتي روسيا، انتوا عارفين هي بتعمل ايه دلوقتي صح؟ انتوا فاكرين اللي هي بتعمله ده زي العالميه الاولى والثانيه الوهميه اللي اللي اتصورت لكم في التلفاز؟ انتوا فاكرين ان هي دي العالميه الاولى والثانيه؟ هكذا تقوم النشوب، هكذا تقوم مش زي ما صوروا لكم ابدا. كل حاجه بتتم دلوقتي عن طريق ايه؟ طيارات الدرون الصغيره. ده اللي انت بتشوفه، ده اللي احنا بنشوفه، طيارات الدرون الصغيره. كل حاجه بتتم من خلالها دلوقتي. او في منها اللي بيطلق حاجات، بيطلق مقذوفات صغيره برضو من الطيارات البسيطه دي، بيقعدوا يتسلوا على الناس. انتوا عرفتوا هم مين دلوقتي؟ ماشي، اربطوا انتوا الكلام. بيقعدوا يتسلوا على الناس وبيعتبروها زي العاب البلاي ستيشن، العاب الفيديو، بيعتبروها العاب فيديو. ده اللي هيحصل في كل مكان. مفيش مواجهات ولا الفرسان ولا الكلام الفارغ اللي درسوه لنا في التاريخ. حتى ايام الفرسان ما كانوش بيتواجهوا الا لاسباب معينه يعني. ما كانش فيه مواجهات زي ما هم بيصوروها، مواجهات همجيه كده. ما كانش فيه المواجهات الهمجيه، ومش خلف الصخره اللي هتقول الحق ورايا كذا. لا، ده بالعكس، الحقوا، في واحد من الغويم، في واحد من العامه موجود هنا. وده طبعا مين من العامه؟ ده كل واحد من العامه لا يقبل سادته الجدد. يعني مش بس ان هو يحترمهم، انه يكون عبد للساده الجدد. وده اللي بيحصل في اي عصر، لابد للساده من عبيد. هم مش هينفذوا حاجه ما حصلتش قبل كده في التاريخ. معلش بس في ايه افتكرتها بالنسبه للفيضان وبالنسبه للسيول اللي بتحصل، علشان في ناس مش هتعرف تترجم اللي احنا بنتكلم فيه، وهيقولوا لا هذه قدره الله. ربنا بيقول ان اصابكم شر فمن انفسكم، وان اصابكم خير فمن عند الله. وان اصابكم شر فمن انفسكم، وان اصابكم خير فمن عند الله، وان اصابكم خير فمن عند الله. بمعنى الفيضانات والسيول والحاجات البلاوي اللي بتحصل ده ايه؟ ده شر. سيبكم من قصه المروج الخضراء الهبله دي، ده شر، يبقى ده من انفسكم. الترجمه بتاعت الكتاب بتكون بالشكل ده، نفهمها بالشكل ده. نرجع لمساله طيارات الدرون اللي هي العالميه الدايره دي بقى العالميه الحقيقيه، بس مش العالميه الحقيقيه اللي هتنفذ على ارض الواقع.
هي عالميه زي اللي قبلها، هتنفذ في التلفاز. طيب بالنسبه للي معاه فلوس وعايز يخبيها، بالنسبه للي معاه فلوس اشياء ثمينه وعايز يخبيها، هيخبيها فين؟ طبعا سذاجه الناس العصريين بيروحوا يخبوا حاجه، يروحوا يخبوا فلوسهم بعيد عن اقاربهم ومعارفهم واصحابهم والكلام ده، ويخبيها في مكان ما حدش يعرف عنها حاجه غيره هو مثلا. هل انت ساذج للدرجه دي؟ انت طالما انت مش ملم بالعلوم الحديثه يبقى انت ساذج ومش هتعرف تخبي حاجه. في طريقه معينه تقدر تخبي بيها حاجتك، تخبي اشيائك الثمينه. ازاي تحفظ اشيائك الثمينه وفلوسك في الوقت الحالي من العين الحقيقيه؟ ما اظنش ان في حد عنده امور ثمينه هنا في البث، فاحنا هنكمل كلامنا. ما اظنش ان احنا عندنا امور ثمينه ولا حتى اثريات كتابيه من القدماء عشان نخبيها. احنا مساكين. التاء جيم دال نون ياء دال الاجباري. احنا قلنا روسيا بتعمل شقاوه مع ناس تانيين، الناس التانيين بقى وفي روسيا كمان الحروف اللي انا نطقتها دي الاجباري بيحصل بالقوه، بيحصل بالقوه للاسف يعني. وفي حاجه، في خبر وحش، في خبر وحش للناس المغتربين اللي عايشين عندهم دلوقتي. اول ناس هيستخدموهم صداء هيكونوا هم الصف الاول. المغتربين اللي عايشين عندهم للاسف هيكونوا في الصف الاول ايا كان بقى هم رايحين فين، ايا كان بقى هم رايحين فين للاسف. يعني لسه في وقت، لسه في وقت للخلاص. لكن انا مش بقول ان انتوا عندكم مشاكل واحنا عندنا هنا وناسه، لا، هناك في مشاكل وهنا في مشاكل. مفيش حل غير ان العقلاء يتحدوا، مفيش حل غير اتحاد العقلاء، مفيش حل غير في اتحاد العقلاء. عشان انا لسه ما لبستش النضاره يعني علشان نتكلم مع بعض، بس في بعض الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها، في حاجات انا كنت عايز اقولها يعني معلش سامحوني. كلمتكم عن فيضان المغرب والجزائر. المغرب السنه الماضيه حصل فيها زلزال يوم 8/9. السنه دي يوم 8/9 حصل فيها فيضان. الفيضان منين؟ واللي حصل في بشار الجزائر منين؟ شويه امطار؟ مش ممكن. كلاسيك بيقول اخشى من زلزال مصر، وده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه شويه وهنتكلم فيه بطريقه ما. سامحوني بس في حاجات معقده جدا. نتكلم في امور بسيطه لغايه لما نعرف نرتب الامور المعقده اللي احنا هنقولها. اقول لكم على شويه حاجات تضحك شويه يعني من الهموم المضحكه. اقول لكم على معلومات يعني. احنا بنتكلم بكامل الاحترام واحترامي للمسيطرين الرائعين لإتاحة هذه الفرصة والفسحة للتنفس والدردشة، واحترامي للمسيطرين لأنهم بيحترموا الرأي الآخر المحترم. هقول لكم على حاجة تعرفكم إن إحنا عايشين في الماتريكس. حاجة من الحاجات يعني محطات الكهرباء بتشتغل سواء غاز، بنزين، مش عارف، زيت، ديزل، الكلام ده. اللي ساكنين قرب محطات الكهرباء عمركم شفتوا سيارة فيها وقود بتدخل علشان تغذي المحطة؟ انتوا عارفين بيبقى فيه كام عامل في المحطة؟ تعدوا على الأصابع عمال المحطة. محطة الكهرباء اللي بتشغل حي أو مدينة بضع موظفين. عمرك ما هتشوف عربية وقود داخلة تغذي المحطة. المحطة شغالة ازاي؟ محطة الكهرباء شغالة ازاي؟ تحبوا تعرفوا؟ انا بعطيكم السؤال اللي هيوصلكم بالحقيقة، لكن انتوا لو عايزين حد يبحث لكم فده هيخلينا يعني ما ينفعش ان انا اقدم لكم كل حاجة كده. انتوا لازم تبحثوا، لان طريقة البحث والطريق ده هو اللي هينور عقولكم. مفيش محطات كهرباء بتشتغل بالوقود والكلام الفارغ ده. وطبعا اقول لكم على حاجه صعبه شويه، معلش سامحوني في اللي انا هقوله ده شويه يعني، هو جديد شويه. اللحوم المجمده في المملكه العربيه السعوديه، اللحوم المجمده تاتي من اين؟ من رومانيا. في كرواتيا. تاتي من اين؟ من اليابان. في مصر تاتي من اين؟ من البرازيل. طيب في البرازيل تأتي من أين؟ المفروض عندهم اكتفاء بقى، المفروض رومانيا عندهم اكتفاء بقى. في كل بلد أسطورة اللحوم المجمدة تأتي من أين؟
في يعني لو في قارة افريقيا هيقول لك في قارة اوروبا او قارة امريكا، لو في قارة امريكا هيقولوا في قارة اسيا، من قارة اسيا. قارات ما بينهم وما بين بعض، لازم قارات بعيدة نستورد منها اللحوم. ممكن اسأل الحاضرين سؤال لو سمحتم؟ في بلدك اكتب لي بس معلش، اللحوم المجمدة تأتي من اين؟ في بلدك اللحوم المجمدة لو سمحتم تأتي من اين؟ الجزائر، من البرازيل. من البرازيل، البرازيل يا للثروة، عندهم ثروة كبيرة. من البرازيل، من استراليا، يا مساكين. قارة افريقيا، الشرق في افريقيا كلهم بيقولوا البرازيل، في ناس بتقول من تركيا، من السودان. سوريا تأتي من الهند. طب اشمعنى سوريا بتاخد من الهند؟ وليبيا من اسبانيا، السعودية من رومانيا، من تركيا والبرازيل. يعني سوريا بتاخد من اسبانيا، اشمعنى اسبانيا؟ يعني احنا كلنا بناخد من البرازيل، ما تاخدوا من البرازيل، حلوة طيبة صح؟ كل بلد عندها اسطورة مختلفة، استراليا والهند ونيوزيلندا، الاردن من رومانيا، تركيا من تركيا، لا بتتكب اعتقد، وفرنسا كمان تأتي من البرازيل. لازم يكون بلد بعيد عنك، لازم يكون بلد بعيد عنك. طيب اللحوم المجمدة اصلها منين؟ السؤال يكفي، السؤال يكفي. انا مش عايز اسبب لكم غثيان يعني، بس انا بعطيكم التلميحات وانتوا هتفهموا الباقي، انتوا هتفهموا الباقي. مثلا الشوكولاتة، حبوب الكاكاو لونها ابيض، طب الشوكولاتة لونها بني ليه؟ عارفين ليه هي لونها بني؟ عارفين الشوكولاتة اصلا من ايه؟ لحوم مجمدة وشوكولاتة، وبعد ما كانت مجمدة مستوردة دلوقتي بيقولوا مصنعة. يا ويلي على اللي احنا عايشين فيه. الموضوع ده مش هقدر اتكلم عنه للاسف. في ناس عاملين ان هم علماء وبيحاولوا يثيروا الفتن، وفي نفس الوقت يقدروا يتكلموا عن، يقولوا اي كلمات محظورة على الانترنت هم بيقدروا يقولوها. اشمعنى انت مروج ليك وتقدر تقول الكلمات دي وابسط الناس او افخم الناس اللي اتكلموا حساباتهم كلها اتحضرت؟ اشمعنى انت بتقول؟ اشمعنى انت سايبينك؟ علشان هو اصلا بيكون الرأي الاخر المصنع. هم مش علماء ولا حاجة، هم علماء في التغييب وترويش العقول وتجنين الناس واخفاء الحقيقة قدر الامكان، واي حد بيقول الحقيقة هم بيهاجموه. وفي ناس بتقعد تقول لهم ايه، بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ، ريحت قلبي. وريح قلبك من ايه؟ علشان ما تعترفش لنفسك ان اللي انت اتعلمته ده كله، كل سنين تعليمك في الدراسية دي، ان هي كلها ترمى في النفايات، عشان انت ما ترميش علومك في النفايات تحاول تدور على اي حد يأيدك الرأي في الغباء. غرور الانسان العصري علشان ما يقولش لا انا فاهم، مستحيل اكون انا ما كنتش فاهم. يا حبيبي وفيها ايه لما تفهم على كبر؟ مش عيب؟ آن الاوان انك انت تفهم. انا لسه ما كلمتكمش، انا كلمتكم عن الشمال في الشرق بيحضروا فيه للخسف عن طريق السيول والفيضانات للارض التي تم تجويفها بحجه تم تجويفها عن طريق التسمم او التسميم بحجه البترول. طيب انا لسه ما كلمتكمش عن اللي هيحصل في الجنوب. ما هو في الجنوب وخاصه برضو الجزيره العربيه، في الجنوب من ناحيه اليمن وليبيا. العلامه الكبرى الثانيه، دخان ياتي كبير من الجنوب. يعني قلنا الجزيره العربيه ستعود مروج خضراء، طب وفي الجنوب دخان كبير هياتي. ما انا بقول لكم العلامات مكتوبه يدويا. الدخان ده هيجي عن طريق ايه؟ جاري تفعيل في الجنوب دلوقتي عمليه البترله، البترول في خزانات عملاقه ارضيه هتشتعل، ومن خلال الاشتعال هيبتدعوا ان العلامات الكبرى بتحصل. الجزيره رجعت مروج خضراء، وفي الجنوب دخان كثيف ياتي من ارض اليمن. وصديقنا هو كاتب ايه؟ ان في بركان في اليمن، او لازم يكون في بركان في اليمن. حتى لو حصل بركان عادي بيعملوه عادي، بيصنعوه بسرعه عادي. برضه في ناس مشاهير بيقولوا كلام ملوش اي لازمه، هي برضه ملهاش اي لازمه، بيقولوها كده علشان العقول تنشغل ان الشخص الكبير ده بيتكلم عن امر معين، يبقى باقي الامور اللي لم تذاع في الاخبار هي مش مهمه قوي. يعني طالما ده اللي شغله، يبقى انا مين انا علشان، يعني لو في ناس مفكرين للامه دلوقتي لو هم مش مشغولين بالحدث الاكبر هيقولوا ايه؟
الناس هتقول ايه؟ هتقول طالما هم مش مشغولين يبقى الامر الحدث الاكبر ده هو الحدث الاصغر، واللي هم بيتكلموا عنه هو ده الحدث الاكبر. ليه؟ لان هم بيفكروا لنا، هم المفكرين بتوعنا، هم المفكرين بتوع الناس، لكن هم في الواقع مش مفكرين ولا حاجه. ربنا وصل الانسان انه يتفكر، يتدبر، يشعر، وان يكون من ذوي الالباب. دي وصيه ربنا للي بيقرا الكتاب. بيقرا الكتاب مش لناس اساطير الاولين حصلت، لا، الايات دي للقارئ، مش بتتكلم عن ناس معينه. انا قلت حاجات كان نفسي اقولها بصراحه يعني، وهعيد تاني. فيضان المغرب حصل 8/9، زلزال المغرب العام الماضي حصل 8/9. يعني مثلا الشيخ عبد الله رشدي منزل الكاريكاتير ده بيقول ايه؟ بيقول ان المرأة العاملة بتدلع المدير وترجع لزوجها في البيت وتعامله وحش، بغض النظر ان الدلع ده مش موجود فعلا، هي مش هينفع تعمل له مساج كده، وان هي مش هينفع لما ترجع تصرخ في زوجها كده، لكن هي هتعامل المدير غصب عنها، هتعامله كويس وتعمل له القهوة وتعمل له المشروب وترجع البيت. طالما هي امرأة عاملة لازم الواحد يقدر ده، يعني الزوج اللي زوجته عاملة لازم يقدر ان هي راجعة فعلا من الشغل. طب انا اقول لكم على حاجة علشان التفريق ما بين الجنسين، ان معاملة الذكر المدير افضل من معاملة الزوج. انا اقول لكم على حاجة، انا كنت شغال عند مديرة امرأة، تمام؟ مزاجها العام هو مزاج الشركة باكملها، لازم تكون كويسة ولازم نعملها كويس ولازم حتى نجاملها كمان. وان حكمت ان انا اقدم لها القهوة، هقدم لها القهوة على الرحب والسعة، وهقول لها يا استاذة لما ارجع البيت زوجتي هتعمل لي الاكل وهتعمل لي الشراب وهتشوف اللي يريحني، وانا مش هقول لزوجتي يا استاذة. نفس الامر ينطبق على الرجل وعلى المرأة. المرأة لازم مجبرة ان هي، واجب على المرأة ان هي تحترم مديرها في العمل. هي بتحترم زي ما بيقولوا بالبلدي لقمة العيش، بتحترم لقمة عيش. والرجل لما تكون مديرته امرأة هو بيحترم لقمة العيش بتاعته. ده مش وقف على الذكر او الانثى، ده اسمه احترام للتسلسل الهرمي، التسلسل الاداري، ملوش علاقة بالرجل والمرأة. انا اشتغل عند امرأة احترمها واقول لها كلمات مش هقولها لزوجتي، وهي نفس الحال. حبيت اعلق على المسألة دي علشان في ناس مش عارفة تجاوب، تقول طب والمرأة العاملة، طب ومش المرأة؟ ما انتوا فكروا المرأة العاملة اللي بيجرى عليها هو نفس اللي بيجرى على الرجل. انا كنت شغال عند المديرة بتاعتي امرأة، انا ما كنتش بشوف ان هي امرأة، انا كنت بشوف ده المدير بتاعي. الإدارية ملهاش اي علاقة، مش هيفرق معايا اذا كان رجل او امرأة، يفرق معايا ان هو مديري في الشغل. وهل مثلا في انتقاص ان انا اقول لها يا استاذة وارجع اقول لزوجتي في البيت يا حبيبتي مثلا او حاجة؟ ما هو حبيبتي احسن من استاذة، انا مش هعملها زي ما بعمل المديرة. ده شغل ملوش علاقة بالرجل والمرأة. ففي امور بيعملوها زي ما صديقنا بيكتب نسويات وفيمينست والكلام ده، ما هي ما فيهاش. ده مثال يضرب. انا مش عارف حتى النساء مش عارفين يردوا ازاي. الامر باين تماما يعني وبسيط للعقل. سامحوني على تعليقاتي، بس انا كنت شويه يعني مكبوت، فكنت عايز اقول يعني كنت عايز اتكلم بس عن فيضان المغرب والجزائر. كنت عايز اتكلم عن الفيضان، وانا قلت لكم اللي المفروض يتقال، واتمنى تكون الرساله وصلت وتوصلوا للجزائريين والمغاربه اللي انا قلته، وتاكدوا لهم التاريخ. ممكن تعمل لنا قائم عن الاكل اللي نبعد عنه، نبعد عن الحضاره، هنروح فين؟ الاسقاط النجمي ايدن جوب يا صديقي، في اسقاطات اكبر بكتير بتحصل دلوقتي وبيسرعوا العمليه ابتدت تتسرع، ففي امور اكبر بكتير دلوقتي. استمر بالدعاء يا صديقي اتش. فيضانات السودان نفس الحاله، وانا اتكلمت عن الجزائر والمغرب اللي حصل في بشار الجزائر واللي حصل في المغرب علشان هي نفس اللي بيحصل في ليبيا، نفس اللي هيحصل في السودان. لازم الصحاري ترجع مروج خضراء. لو كنت مضطر اكل دواء تاكل دواء يعني ايه؟ نفس الفيضانات اللي بتحصل في ليبيا والجزائر والمغرب واللي بيحصل في السودان واللي بيحصل في الجزيرة العربية. وانا شرحت لكم ده في البث مسجل كامل موجود على فيسبوك وعلى يوتيوب. سواء الصيدليات صيدليات يا صديقي هيلعبوا بيك لعب. شكرا على دعم الحقيقة يا اصدقاء. لماذا الزمن سريع؟ والزمن سريع فعلا يا صديقي، بسبب انك انت دلوقتي اصبحت مشغول بالموبايل كتير، تحس بالوقت.
ده غير الموبايل بيعمل لك حالة من الهذيان اللي داخل وعي. جيش هالمؤامرات كلها، اللي بيتآمر عليك مش قادر يغلبك بالقوة، اللي بيتآمر عليك وبيتخابث عليك مش قادر يغلبك بالقوة. وانا شرحت 1000 مرة ان هم لا يملكوا القوة، ولكن يملكوا قوة السيطرة على العقل. ما عندهمش قوة الفرسان، احنا عندنا قوة الفرسان، هم ما عندهمش، لا عدديا ولا نفسيا عندهم. فاهمني؟ كيف الصلاة الحقيقية موجود بحث كامل عن حقيقة الصلاة مسجل على تيك توك وعلى يوتيوب، لكن للمنتسبين فقط، بسبب علشان ما يحصلش مشاكل. اللي عايز يعرف حقيقة الصلاة يدخل، انما مش قادر اتكلم عن العام بصراحة يعني. يمكن مش وقته. وضح لهم ان مصدر اللحوم انا هسيب لهم هم القصة بس عشان ما اسبب لهمش غثيان، لكن انا فهمتكم ان اللحوم السعودية بتيجي من رومانيا، مصر بتيجي من البرازيل، وفي كرواتيا بتيجي من اليابان، وفي سوريا بتيجي من اسبانيا. لو انت في الشرق اللحوم بتيجي من الغرب، لو انت في الغرب اللحوم بتيجي من الشرق، لو انت في الجنوب اللحوم بتيجي من الشمال، لو انت في الشمال اللحوم بتيجي من الجنوب. هي زي مثلا الشيجن ولا مش عارف البتاع الاسود اللي عاملين له دعايه ده، الدكتور علي محبوب الملايين بيعمل له دعايه وبيقول ان هو جاي من جبال الهيمالايا. لو مش مصدق الدكتور علي، روح جبال الهيمالايا وتاكد بنفسك. فاهمين اللعبه ماشيه ازاي؟ انت روح البرازيل وتاكد، روح اسبانيا وتاكد، روح رومانيا، روح اليابان وشوف. اليابان الدوله الصناعيه هيصدروا لحمه، اليابان الدوله البلد الصناعي البحت اللي بيستوردوا حتى القمح بيستوردوه، هيروحوا يصدروا لحوم. هم لا ده بياكلوا كل ما هو بحري علشان هم ما عندهمش اصلا لحوم، هيصدروا لحوم لكرواتيا ازاي؟ انا اتمنى الكلام ده ما يكونش بيمر كده يعني، اتمنى تركزوا فيه شويه. لحوم مصنعه، وهي لو لحوم مصنعه طب ما هو كان هيقول لك من الاول لحوم مصنعه بدل البرازيل وكرواتيا واسبانيا واليابان، هيقول لك ان هي لحوم مصنعه، لكن هي مش لحوم مصنعه. مفيش حاجه اسمها لحوم مصنعه. هم دلوقتي بيقدموها لحوم مصنعه علشان الخدعه الاولى انطلت على الناس، فهتتقدم لهم على شكل ان هي لحوم مصنعه. هي مش لحوم مصنعه. هسالكم سؤال بسيط بس في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. ملايين النازحين حول العالم، ملايين النازحين والهاربين حول العالم راحوا فين؟ تعرفوا ان انا اشتريت من مطعم شاورما، اشتريت من مطعم شاورما وانا عندي قط، تمام؟ القط كان جعان وانا لازم اختبر الاكل قبل ما اكله. مين اللي بيختبر الاكل؟ القط. عطيته من الشاورما. تخيلوا القط الجائع رفض ياكلها، القط بتاعي رفض ياكل الشاورما. عايزين تختبروا مطعم؟ انا مش هحكي لكم بقى ايه كلامه وكده، اللي مربي قط، لان خلوا بالكم قط الشارع في الغالب ممكن ياكل اي حاجه، لان درجه الجوع بتاعت قط الشارع بتكون كبيره قوي. اللي مربي قط في البيت ده بيكون شويه الى حد ما يعني ابن عز. جرب مع قط البيت. لو انت عايز تتاكد من مطعم سواء ايا كان بقى لحوم، برجر، شاورما، ايا كان، جرب تعطيها لقط البيت وشوفوا هياكل ولا لا. لو ما كلش يبقى فلوسك دي رايحه عليك. حمراء قطي يرفض اكل لحم الدجاج. هو القط زي جهاز كشف الكذب، يعرفك المطعم السليم من المطعم اللي مش سليم. والكلب برضو يعني، بس القط شويه يعني عنده انفه اكتر من الكلب. الكلب ممكن ياكل لكن القط بيختار. لو في ناس لسه مركزه معايا، انا في حاجه عايز اقولها بس هقولها خطف، واللي يفهمها يفهمها. بس لو في ناس مركزه معايا، من الاول، هكلمكم بطريقه مبهمه شويه، بس سامحوني يعني، حاولوا تفهموني. لو بلدك استوردت جهاز او آلة او شيء عملاق، المفروض ده في ما يدعو للفخر. العالم كله والاخبار، نشرات الاخبار كلها لازم تذيع الخبر، العالم لازم يذيع الخبر، تمام؟ مش ده يتشاف من موبايلات الاهالي. المثل يقول الشارب اللبن يبين بشواربه. اللبن ده اللي هو الحليب المخفر اللي في ناس بتسميه زبادي. الشارب اللبن يبين بشواربه. في مثل تاني بس انا مش عايز اقوله يعني، هو شديد شويه. ما ينفعش الاهالي هم اللي يوصلوا للناس الخبر، وبالتالي ايه قناه اخباريه تذيع الخبر وتقول ايه لقد استوردوا ومش عارف ايه. اظن الفكره وصلت. ماشي، شوفوا بقى الجزء الثاني بقى. انتوا طبعا مركزين معايا. المكان
اللي رايح فيه الشيء ده راقبوا الارض، لو حصل هيبقى في المكان اللي فيه الشيء ده. اتمنى اللي معانا ناس محترمين ويعرفوا ان احنا بنتكلم عن خرافات يعني. انا بتكلم عن خرافات وخيال. واصلا اللي ما فهمش بقى يعني، احنا بنتكلم عن الاستمطار، مش بنتكلم عن حاجه تانية، عشان ما حدش يمسك عليا حاجه تانية ويقول ان انا بتكلم عن حاجه تانية. انا مش بتكلم عن حاجه تانية، بس انا اظن ان انتوا فاهمين يعني انا بتكلم في ايه. كيف افتعلوا السيول؟ ما هو ده السؤال اللي لازم الناس تتحرك علشان. انا قلت علشان تعرفوا حقيقه شكل الارض اتبع منبع النهر، شوف النهر جاي منين، شوف منبع النهر جاي منين، هتعرف حقيقه شكل الارض. عايز تعرف حقيقه الفيضان والسيل بيجي منين؟ اتبع مجرى الفيضان، شوفوا جاي منين، شوفوا جاي بيجري منين. دايما هيجي جري من منحدر، ومفيش حد هيقول لك الفيضان او السيل جه منين، مجرد خبر هيذاع وخلاص وانتهى الامر للاسف يعني. وفي بشار يقولوا شويه امطار تعمل كل ده. في بشار الصحراويه اللي المفروض تبلع شويه الامطار. اذا هذا المقصود بحديث دخان كبير يخشي الناس؟ لا، الخسف في الشمال، الدخان من الجنوب. الخسف ناويين عليه في بعد السيول، الخسف في الشمال، شمال الشرق. الدخان الكثيف اللي هيجي من الجنوب. وعمران حسين والناس دول لمحوا ان هيجي من اليمن. وطبعا انتوا شايفين اليمن بيحصل فيها ايه، السودان بيحصل فيها ايه. الدخان انا كنت عايز اتكلم عنه بالتفصيل يعني، لكن هو برضو تابع لقصة البترول. هيشعلوه في اماكن عدة، في اماكن هتخسف واماكن هتشعل. احسن محتوى للاسف الناس بتتابع التفاهة. معانا 180 انسان راقي بيبحث عن الحقيقة وسايب التفاهة. 180 انسان راقي في القنوات عندنا، ما اكثر يعني، قربنا نوصل 2 مليون على جميع الحسابات، حسابات محمود العراقي. لا احنا كتار، احنا كتير جدا، ونقدر نغير العالم. اذا انتوا شايفين ان انا غيرت ولو شيء او ساعدت ولو شيء لمئات الوف الناس اللي معانا، فمعناه ان شخص واحد قادر يشوفه يغير قد ايه. تخيلوا شخص واحد. لازم نصعد لكي تفعل العين الثالثة ونحمي انفسنا والاخرين. الاخرين محتاجين دليل، ومش هيوصلوا للدليل ده الا زي ما انت بتعملي في قناتك بطريقة علمية تقدم بملعقة صغيرة. الحقيقة لازم تقدم بملعقة صغيرة، لان مفيش حد هيقدر يستوعب الحقيقة بجرعة كاملة. اصلا مفيش حاجة الانسان يقدر يتجرعها جرعة كبيرة، لازم كل شيء رشفات وجرعات زي ما انت بتعملي في قناتك. حاجة جميلة. ايه يا احمد اللي انت كاتبه ده؟ مصدر الشوكولاتة. انا قلت للناس ان حبوب الكاكاو هي لونها ابيض، حبوب الكاكاو لونها ابيض. طيب الشوكولاته بتقدم لونها بني ليه؟ انتوا عارفين الشوكولاته مصنوعه من ايه؟ شكرا على الدعاء يا اصدقاء، شكرا على الدعم والتقدير ورفع المعنويات والمشاركات اللطيفه اللي عملتوها. اتمنى اكون بس اتمنى تبلغوا اهل المغرب يعني. شكرا برضو على الناس اللي بتكبس، انا عارف ان دي محبه انتوا بتعملوها من القلب بتوصلني، وده بيشجعني برضو، ده بيشجعني ان انا اكمل يعني بصراحه. شكرا جزيلا يا اصدقاء لكم كلهم. اظن يكفي كده، علشان انا هسجل البث ده وهنزله يعني. تحياتي للاهلي في المغرب والجزائر وليبيا والسودان، وانا خصصت البلدان دي بالتحيه لان البلدان دي هي اللي ابتدوا بيها دلوقتي. وطبعا اليمن ليها خطه تانية، هم عاملين خطه تانية لليمن. والجزيره العربيه طبعا اديكوا شايفين الناس عماله تروج ان هي رجعت مروج خضراء ازاي؟ بسبب السيول والفيضانات والامطار اللي بتحصل في البلاد الصحراويه. اشمعنى عجب الصحراء؟ ليه الصحراء؟ ليه مختصين الصحراء؟ عايزين تعرفوا ليه؟ ادخلوا على حلقه البترول، طولها 4 دقائق فيها ملخص. عايزين تفاصيل اكتر؟ في بث مسجل كامل بيتكلم عن السيول والفيضانات. في 2 بث مسجلين بيتكلموا عن السيول والفيضانات. في سؤال انا تخطيته عرضيا يعني وكان واجب الرد قبل ما تخلص الجلسه الجميله اللطيفه دي. شكرا على الدعاء. هز ارضيه تاني تهز جنوب المغرب. مساكين المغرب، مساكين مش قادرين يتوحدوا. المشكله ان انا اتكلمت عن المغرب 60 مره في البث المباشر عشان الناس تاخد بالها من التلميح اللي انا بقوله. يا جماعه في بعض المدراء اللي نقلوا وعيهم اكتر من مره، دول نخبه النخبه، مش حد يقدر لهم.
مفيش حد يقدر على الاداره بتاعتهم، يعملوا ما يشاءوا، ودول بيكونوا بيسجلوا نفسهم رقميا. رمسيس الاول، رمسيس الثاني، رمسيس السادس، لويس الاول، لويس العاشر، اليزابيث الثالثه، تشارلز الثالث، لا اليزابيث الثانيه، تشارلز الثالث. اي اسم يليه رقم ده شخص نقل وعيه، والرقم ده هو رقم نقل الوعي بتاعه. دي المره مثلا السادسه ينقل وعيه، ده انسان عايش بقاله 6 مرات. مفيش حد يقدر على عقله. طب هو بيعمل كده ليه؟ مفيش حد برضه يقدر يفهم المنطق بتاعهم. العامة ما يقدروش يفهموا المنطق بتاع الناس دي. الناس دي شبه منهم من يريد أن يعمر ألف سنة، منهم اللي عايش 1000 و2000 سنة. مش لازم يكون محمل بجميع الذكريات، لكن بيكون سايب لنفسه كتب معينة كاتب فيها مذكراته. امال انتوا فاكرين ان المذكرات دي، بدعة المذكرات دي جت منين؟ علشان لما حد يلاقي مذكرات الخالد اللي بينقل وعيه يفتكر ان هو كان واحد متوفي كاتب مذكراته. ايه الهبل ده؟ وانا هكتب مذكراتي ليه؟ انت بتكتب تاريخ مش بتكتب مذكرات. في تاريخ انت بتكتبه علشان لو ما عرفتش تحتفظ بكامل ذكرياتك في نقل الوعي القادم، بتكون كاتب لنفسك ايه؟ مذكراتك. فبيكون عندهم مكتبة خاصة ناقلين الوعي. الناس دول الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، بيكون عندهم مكتبة خاصة. احترامي للخالدين، احترامي لملك المغرب، الانسان المحترم اللي انا بالنسبة له عقلي يعتبر نملة. انا احترم عقله بالتحديد هو نفسه، لانه هو اقدم مننا اللي احنا حاضرين دلوقتي، اقدم مننا بكتير، ويعرف عننا بكتير، ويعرف عني بكتير، يعرف 6 أجيال، عنده ذكريات 6 أجيال. احنا ما نقدرش نقول هم بيعملوا ده بيعملوه ليه، لكن نقدر نقول نقدر نحاول ان احنا ننقذ نفسنا اذا اللي هم بيعملوه مش عاجبنا. ومن الواضح ان اللي هم بيعملوه يعني حاجه عجيبه. ايه الوصيه اللي راح تتركها بعد وفاتك والمين؟ انا مش بترك وصيه، انا نشرت فكر معين. شكرا على التقدير. علشان اكون ضيف خفيف نختم الجلسه. شكرا على الدعاء، شكرا على التمنيات الجميله. نيرفانا ربطت، علشان انا قلت ان حبوب الكاكاو بيضاء والشوكولاته بني، ربطت لون الشوكولاته عذرا يعني بالصراصير، عذرا يعني على اللي احنا قلناه ده، بس هي ربطت لون الشوكولاته بالصراصير. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا اصدقاء. حبوب كاكاو بيضاء وتقدم بشكل بني. اللحوم مجمده تاتي من اماكن بعيده، وطبعا شرحنا ده ومش هنشرحه تاني عشان أنا يعني اللايف ده انا هسجله وانزله، هثبته. ايوه هثبته. اذا كانت النمله من زجاج فطبيعي يكون الحبوب. انت كمان يا رنا شايفاها كده، يبقى ما تاكليش شوكولاته تاني بقى ابدا. انت ونيرفانا ما تاكلوش بقى شوكولاته تاني. انا قلت لكم من اللحوم المجمده انا قدمتها للقط بتاعي وما رضيش ياكلها. تقدروا تجربوا ده، اي مطعم اطلبوا منه لحوم وقدموها للقط وشوفوا هياكلها ولا لا. قط البيت مش قط الشارع. قط الشارع هياكل اي حاجه، قط الشارع بياكل من النفايات. اللون الاسود يجعل الطاقه تمر لانه يعمل داخلها اشياء لكي ينقل فيها. طبعا هم بيحاولوا فعلا يا صديقتي، الحياه جميله، بيحاولوا يخلوا كل حاجه رمادي واسود، كل حاجه بقت داكنه دلوقتي. هل يمكن ان يكون لونها من التحميص؟ فين حقول الكاكاو اللي الشوكولاته بتاعتها في كل مكان في العالم؟ شوكولاته ببذخ في كل مكان في العالم. فين حبوب الكاكاو دي؟ عمرك شفتي حقل لحبوب الكاكاو؟ انا طرحت فكره علشان تتفحصوها، مش عشان تقولوا ايه لا الحبوب لونها كذا. وهي فين الحبوب اصلا؟ حبوب القمح والشعير اللي بينتج عنها الدقيق بتاع الخبز الابيض والمعجنات البيضاء. انت عمرك شفتي حقل قمح؟ هنطلب لايف خاص تحكي فيه براحتك وان كان مدفوع. اعملوا للمنتسبين، يعني نعمل لايف للمنتسبين. حاضر يا رنا. لكن بصراحه موضوع الفيضان بتاع المغرب والجزائر هم بيعجلوا في الامر، فانا عشان كده حبيت اتكلم علشان الموضوع ابتدوا يسرعوه. انا لسه كان نفسي اتكلم على العلامه الكبرى الثانيه اللي هي دخان من الجنوب هيجي، هو برضه خاص بالبترول. البثوث المباشره كلها مرتبطه ببعض. يعني انا سعيد ان انتم يا رائعين كنتم معايا. والسودان وليبيا نفس الموضوع دلوقتي. اي حد هينزل السيول، ليبيا، الجزائر، الجزيره العربيه، اي حد هينزل صوره للصحراء وهي فيها لون اخضر ويكتب
ستعود ارض العرب مروج خضراء. اي حد هينزل البوست ده ممكن يخلوه ترند. هي دي الفكره اللي هم عايزين يوصلوها. عشرات الاف اللايكات هتجيله على اي منصه، سترجع وارض العرب مروج خضراء. برافو برافو. ربنا بيقول علم الساعه عند الله تاتيهم بغته. فين المؤشرات؟ فين المؤشرات المكتوبه؟ الدخان وخسف في الارض. فين المؤشرات دي؟ جابوها منين؟ العلامات اللي في الكتاب غير العلامات المكتوبه يدويا. يوم تسير الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كل ده انا شرحته في البثوث القديمه. دي مؤشرات حقيقيه على ارض الواقع وشرحتها، مش اللي هم بيقولوه. الدخان مصنع. ان اصابكم شر فمن انفسكم وان اصابكم خير فمن عند الله. الشر ده كله ربنا بيقول ان هو بشري. انا مش عايز اكون ضيف تقيل يعني، فانا شكرا على وقتكم، شكرا انكم سمعتوني. بلغوا عني ولو آية. عرفوا جميع من في الجزائر والمغرب، وقولوا لهم اللي اتقال في البث ده. قولوا للجزائريين المغربي والمغاربة، قولوا لهم اللي اتقال في البث ده رجاء. تحياتي برضو للمغرب وتحياتي للجزائر وتحياتي لجميع الناس العامة في كل مكان. أصدقائنا، مفيش حاجة اسمها أجنبي وعربي وأفريقي وأسيوي. كل العامة في نفس الكف، العامة. وطبعا اللي مكسوف يسألني السؤال ازاي ممكن الشخص يخبي ثروته؟ ازاي ممكن الشخص اللي معاه ثروة او اشياء ثمينة يقدر يخبيها؟ ازاي؟ انت مستحيل تقدر تخبيها عنهم ابدا. في طريقة واحدة بس تقدر تخبي بيها ثروتك. انا عارف في ناس ممكن تتكسف تتكلم عن العامة، ممكن يكلموني في الرسائل على الخاص. طريقة واحدة بس هي اللي ممكن تخبي بيها ثروتك. شكرا على وقتكم، سعيد انكم سمعتوني، واتمنى نشوف بعض تاني يا اصدقاء. شكرا جزيلا، الى اللقاء.